بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، معنا موضوع جميل، موضوع بيسأل عنه كثير من الناس، حيث أنهم ينشغلون عندما يروا هذه الرؤيا. فمن أجل ذلك أردت أن أقوم بتسجيل حلقة كاملة عن هذا الموضوع، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم مفسر لكم الرؤية دي على أكمل وجه. الرؤية دي بتاعتنا النهاردة رؤية البصر في المنام. طبعا البصر في المنام رؤية بيراها كثير من الناس. طبعا في الواقع الحياة، يعني في الحياة الحقيقية وليس في عالم الرؤى، من المعروف أن للبصل فوائد لا تحصى على صحة الإنسان، سواء إذا أكل نيا أو مطهوا، كما أنه يعد مكون رئيسي في العديد من الأطباق العربية. لكن السؤال، هل لرؤية البصر في المنام تأويلات حميدة كما هي فوائده، أو أن له تفسيرات تنذر بحدوث شر للرائي؟ ده اللي احنا نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة، عن ماذا تعني رؤية البصر في المنام، وما هي أهم التفسيرات الواردة بخصوص هذا الأمر. رؤية البصر في المنام تعني فضح وإفشاء للأسرار. رؤية البصر، أنا بتكلم على البصر الناشف مش البصر الأخضر. رؤية البصر الناشف في المنام تعني فضح وإفشاء للأسرار، كما تدل الرؤيا على الحزن والبكاء والهم. تدل الرؤيا على الحزن والبكاء والهم الذي سيرافق هذا الأمر. والبصل في المنام رمز للمال، رمز للمال، ولكن الحصول عليه لن يكون سهلا. يعني البصل في المنام بيدل على مال، ولكن هذا المال لا يحصل عليه الإنسان بسهولة، بل بعد شقاء وعذاب وتعب. بعد شقاء وعذاب وتعب سيحصل على هذا المال. ورؤية البصل في المنام دليل على التقلبات. دليل على إيه؟ على التقلبات الصحية والمشاكل الكثيرة التي يجب على الرأي الانتباه لها. يجب على الرأي إيه؟ الانتباه لهذه الأمور، التقلبات اللي بتحصل في حياته. ورؤية البصل في المنام تعتبر فعل سيء، لأنه بيرمز للمتاعب والهموم التي تنتظر الرائي، والتي سيكون الرائي فيها يعني يعاني من عدة هموم وكروب. أما عند رؤية الرائي، سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، مطلق أو مطلقة، أرمل أو أرملة، عشان ما حدش يقول لي طب ما أنت ما قلتش الأرملة، أو أنت ما قلتش المطلقة أو المطلق أو الرجل أو كذا. لا، الرؤية للكل. عند رؤية الرائي تقطيع البصر في المنام إلى شرائح. شاف الرائي سواء رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، أنه بيقطع هذا البصر إلى شرائح. فالرؤية هنا رؤية طيبة بترمز إلى التحول الإيجابي الذي سيحدث في حياة الرائي، فربما يكون حصوله على رزق سيغير حياته من الأسوأ للأحسن، ويغير حياته من الحزن إلى الفرح. رؤية بتكون طيبة لو رأى إنه بيقطع البصل إلى شرائح. والبصل في المنام مع عدم رؤية الرائي لنفسه وهو يأكله، يعني ما شاف إنه مش بيأكله، شافه فقط، وكان هذا الرائي مريض في الواقع. فالرؤية هنا بشارة ليه بالشفاء، بشارة للشفاء للرائي بعد المرض، سوف يشفيه الله عز وجل من مرضه الذي يعاني منه. ورؤية البصل في المنام ترتبط تفسير رؤية البصر في المنام بالصفات التي يتحلى بها الرائي، اللي هي في الواقع الصفات اللي هي بيتسم ويتصف بها الرائي في الواقع. إن كان الشخص سوي يخشى الله عز وجل ويتقيه،
فتأويلات هذه الرؤية تتخذ مجرى غير مجرى تأويلات الرائي الذي يتسم بخصال منبوذة وذميمة. ومن هذه التأويلات هنلاقي إن للبصل دلالات خير. فعندما يرى الرجل التقي اللي هو في الواقع تقي ورجل صالح على تقوى وعلى دين وعلى خلق، ورأى البصل في المنام، فدي بشارة له برزق قادم. وقد تكون هذه الرؤيا بشارة بشفاء لمريض عزيز على الرائي أو للرائي نفسه إن كان مريضا. وشراء البصل في المنام يدل على الصحة والعافية. فإن كان هناك بعض المفسرين اللي هم اتجهوا نحو ربط شراء البصل في المنام إلى الهم والغم اللي هو بيصيب الرائي، إلا أني أقول إن كان هذا الرائي تقي فهي بشرة خير، بشرة خير ليه بقدوم رزق وبسفر والوصول بسلامة وتحقيق أهداف. لأن البصل ده رزق ما دام صاحب المنام إنسان على تقوى وعلى دين وعلى خلق. تمام. لكن هذا الرزق يختلف باختلاف حالة الرائي. تمام. طالما هو على دين وعلى تقوى هيبقى رزق حلال طيب وخير وأيام قادمة طيبة. أما إن كان الرائي اللي هو بيرى إنه بيشتري البصل دوت عاصي مذنب طاغي في الحياة، دل ذلك على المال الحرام، دل ذلك على المال الحرام والوقوع في الفواحش. لكن إن كان الشخص مؤمن تقي فهذا يدل على الرزق الحلال الطيب. طيب، ما تفسير أكل البصل في المنام؟ تفسير أكل البصل في المنام دليل على إيه؟ الرؤية هنا عندما يرى الرائي أنه بيأكل بصل في المنام، طبعا في جمع كثير من مفسر الأحلام بيقولوا يعني كلام، هو الرؤية هنا غير محمودة. أكل البصل في المنام غير محمودة. في جمع من المفسرين الأحلام بيقولوا إن رؤية أكل البصل في المنام دليل على اقتراب أجل الرائي. يعني لذا في الغالب يقال أن رؤية البصل أفضل من رؤية تناوله. يعني الإنسان لما يشوفه أفضل لما يشوف إن هو إيه بياكله. تمام. ده بالنسبة للبصل الناشف، البصل الناشف مش الأخضر عشان بس ما نخلطش المواضيع. البصل الأخضر في المنام دليل يعني على أخبار. هذه الأخبار اللي هو الأخضر مش الناشف، البصل الأخضر في المنام دليل على أخبار والحصول على مال. يعني في أخبار قادمة للرائي أو مفاجآت وحصول على مال. ورؤية تقطيع البصل في المنام دليل على تبسيط الأمور في حياة الرائي وأن حياته تسري مسرى النهر في القاع. تمام. فالرؤية تتوقف على صلاح الرائي. إن كان هذا الرائي تقيا ورعا سيكون المال حلالا يأتي عن طريق حلال ورزق طيب قادم إليه. أما إن كان عاصي وغير طائع لله فهذا يفيد لحصوله على المال الحرام، وتفيد أيضا على توقف هذا الشخص في محله، يعني في مكانه لا يستطيع التقدم في حياته. وهذا ما يتعلق بهذه الرؤيا. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.